أهلا بيك في حلقة جديدة من اون رودكاست. تخيل إنك واقف في إشارة ووقفت جنبك عربية لامبورجيني لونها أصفر يخطف العين. أول حاجة هتيجي في بالك إيه؟ يا بخت صاحبها، أكيد الراجل ده ملك زمانه، أكيد حياته كلها سعادة ونجاح. بس الحقيقة اللي مورجان هاوسل بيكشفها لنا في كتاب The Psychology of Money صادمة جدا. الراجل اللي جوه اللامبورجيني ده ممكن يكون مديون لطوب الأرض عشان يدفع قسط العربية، ممكن يكون ما عندوش بنزين يكفيه يروح شغله بكرة. هو شكله غني بس هو مش ثري. في حلقة النهاردة هنعرف الفرق الخطير بين being rich وإنك تكون wealthy. هنتعلم إن الفلوس مش معمولة عشان نشتري بيها كماليات للعربية، الفلوس معمولة عشان نشتري بيها أهم حاجة في الوجود: حريتك في السواقة. مورجان هاوسل بيحكي عن ظاهرة نفسية غريبة جدا. بيقولك لما انت بتشوف واحد سايق عربية فخمة، انت نادرا ما بتبص للشخص نفسه وتقول الله الراجل ده رائع. لا، انت بتبص للعربية وتتخيل نفسك مكانه وتقول يا سلام لو انا اللي سايق العربية دي، الناس كانت هتحترمني قوي. المفارقة هنا ايه؟ إنك عايز تشتري العربية الفخمة عشان الناس تحترمك، بس الناس مش هتحترمك انت، هم هيتجاهلوك وهيركزوا مع العربية ويتخيلوا نفسهم مكانك. فأول درس على الطريق: محدش مهتم بيك قد ما انت فاكر. ما تحرقش فلوسك عشان تبهر ناس هم أصلا مش شايفينك، هم شايفين ممتلكاتك بس. طيب إيه الفرق بين الغني rich والثري wealthy؟ الغني rich ده عامل زي العربية اللي شكمنها صوته عالي جدا وجنود سبور ولون فائع. ده الشخص اللي دخله كبير وبيصرفه كله على المظاهر: لبس، عربيات، خروجات. الغنى هو المال اللي انت صرفته، هو حاجة مرئية. الثري wealthy ده بقى عامل زي العربية اللي شكلها عادي من بره، بس تحت الكبوت في موتور جبار وتنك بنزين مليان للآخر. الثراء هو المال اللي انت لم تصرفه، هو الفلوس اللي في البنك، الأسهم، العقارات. الثراء هو القدرة مش المنظرة. المشكلة إننا في عصر السوشيال ميديا بنشوف الغنى بس، فبنحاول نقلده، بس محدش بيشوف الثراء لأنه مستخبي في حسابات بنكية ومحافظ استثمارية. عايز توصل بسلام؟ ركز على الموتور، أصولك، مش على الدهان الخارجي، مظاهرك. ليه بنحوش فلوس؟ عشان نشتري فيلا؟ عشان نركب مرسيدس؟ الكتاب بيقولك أعظم عائد للفلوس مش إنها تشتري لك حاجات، أعظم عائد هو إنها تشتري لك وقتك. الفلوس هي بنزين الحرية. لما يكون معاك فلوس، ثروة، أنت بتقدر تصحى الصبح تقول أنا مش هروح الشغل ده عشان مديري مؤذي، أنا عندي ما يكفيني إني أدور على شغل تاني براحتي. الفلوس بتديك القدرة إنك تمشي في الطريق اللي على مزاجك وبالسرعة اللي تريحك. لو معاك فراري بس مديون، أنت عبد للبنك، لازم تشتغل عشان تسدد القسط. أنت مش سايق، العربية هي اللي سايقاك. لكن لو معاك تويوتا وتنك بنزينك مليان، حسابك مليان، أنت حر. الحرية هي أرقى أنواع الثراء. يا صديقي، الطريق طويل والمظاهر خادعة. ما تخليش ضغط المجتمع يخليك تدوس بنزين زيادة عن اللزوم وتحرق موتورك. مش عيب إن عربيتك تكون بسيطة طالما موتورك قوي وأعصابك هادية. العيب الحقيقي إنك تكون راكب وحش بس من جواك مرعوب من لمبة البنزين. نصيحة النهاردة من اون رودكاست: استخدم فلوسك عشان تشتري حريتك، مش عشان تشتري إعجاب ناس ما يعرفوش اسمك أصلاً. الثراء هو اللي بيتبقى لما تطفي الموتور والناس تمشي. ودي كانت رحلة في سيكولوجية المال. حافظ على بنزينك. سلام.